انا مشكلتي في الصحيان من النوم، بصحى مكسر، بصحى موجوع كل يوم الصبح. عارف ليه؟ اما بتصحى بتبقى تعبان لانك كنت نايم غلط. ماشي، طب انا دلوقتي هنقي مرتبه، السوست المنفصله ولا السوست المتصله ولا السفنج الطبي، ولا نحط عليها مرتبه تطريه، ولا انام على الارض، ولا انام بس على فرشه كده على الارض، ولا انام على مرتبه القطن القديمه بس هي مش متنجده قوي، انجدها ولا ما انجدهاش؟ طب مفيد ولا لا؟ اسئله كتير للناس اللي بتصحى تعبانه. الناس اللي بتصحى تعبانه، اول حاجه بصحى تعبان مكسر، مش قادر اتحرك اول نص ساعه الى ساعه الا ربع في اليوم، وبعد كده ببدا اتحرك واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل اساسا بسم الله الرحمن الرحيم اعمل تحليل الروماتويد فاكتور، اشوف اساسا انا عندي روماتيزم ولا لا. لان الروماتيزم معروف ان هو بيبقى عنده حاجه اسمها مورنينج ستيفنس، او بصحى من النوم متكسر مش قادر اتحرك. خلاص، عملت التحليل وبتاع، ما طلعش عندي روماتيزم الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله 90% من اللي بيسمعوني او 95% من اللي بيسمعوني ما عندهمش روماتيزم. طيب تعالى بقى هنا، انا انقي انهي مرتبه انام عليها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده، المرتبه القطن بره حساباتنا. ماشي، ان بقى ايه، حته تهبط منها فالفقرات تقع فيها في الحته الهبطانه دي، فتفضل مضغوط عليها والضغط على الاعصاب اللي حواليها، وتروح منملاني رجليا ومش عارف ايه وبتاع. كده كده اصلا المرتبه القطن ملهاش ملكه. خلاص، ولو مش متنجده كويس هتقع واحده واحده في حته ما، وهتبقى الحته دي كل يوم هي اللي بصحى كل يوم وجعاني بسبب المرتبه القطن. بسم الله الرحمن الرحيم، غيرها حالا. تمام، طيب تعالى المرتبه السوست المتصله والمنفصله. السوست المتصله والمنفصله هو بس عشان لو متصله، لو في عيل بيتنطط جنبك او حد بيتقلب جنبك بيصحيك، فدي المتصله. المنفصله لو حد بيتقلب جنبيك ما يصحكش، ماشي، عشان السوسته منفصله عن هنا عن هنا، فده ما بيصحكش. لكن طبيا الاثنين وحشين، الاثنين وحشين على السوست المنفصله والمتصله. الاثنين بيبقوا اساسا تراي بزياده، وجربناهم في كذا محل قبل كده، وجربناهم من كذا براند قبل كده، الاثنين بيبقوا مش حلوين. خلاص، تعالى بقى نتكلم عن المرتبه الطبيه الناشفه. انا كل ما انشف السطح اللي انا نايم عليه ده بيبقى احسن بكتير بالنسبه لي، بتبقى ضغط من جوه 60% وبره 30%، وده بيحسن جدا ان انا كل ما انام على حاجه ناشفه، حاجه ماسكاني. فانا لو حاجه ناشفه وماسكاني، انا ما بضطرش اشغل عضلاتي عشان امسك نفسي، فببدا انا استريح وارخي. وبعدين نمت على ظهري، حاجه زقت لي اللوح وفردت لي ظهري عشان انام على حاجه ناشفه. فالمرتبه الطبيه الناشفه الهارد دي افيد حاجه بالنسبه لي. طيب احط عليها مرتبه تطريه؟ ما بنصحش بيها، عشان هنحط مرتبه التطريه دي او سطح التطريه ده، السطح ده هيخلي الفيرمنس او تقل وقوه المرتبه في السبورت بتاعها هيقل. طب ما انا بحط تطريه ليه؟ ما انا كده ما انا كده حولتها الى سوست او طريتها. ما انا اصلا انا عايزها ناشفه، انا عايزها تمسكني، انا عايزها تزقني. طيب انام على الارض؟ طبعا لو تقدر، لو من الناس اللي ما عندهاش فايبروميالجيا. الناس اللي عندها فايبروميالجيا اللي كل حته بتوجعها، عندهم ال 14 نقطه. طبعا الناس اللي عندها فايبروميالجيا فاهمني. انا بصحى اصلا مكسر لوحدي وما بستحملش الدوسه، خلاص يبقى انا هجيب المرتبه الطبيه الناشفه. طيب قدرت ان انا انام على الارض، او اجيب مرتبه التطريه بس لوحدها واروح حاططها على الارض وفارشها وانام عليها، يا سلام، ده احسن اوبشن من وجهة نظري ومن التجارب اللي مع العيانين عندنا. خلاص، طيب هرام على حاجة ناشفة، هتبدأ هي تعمل لي سبورت، هي هتسندني الحاجة الناشفة دي. لو نمت على حاجة طرية انا هضطر اشغل عضلاتي عشان انا امسك نفسي وانا نايم. خلاص، فبتحس ساعات ان انت صحيت من النوم انت كأنك ما نمتش. يخرب بيت كده، ده انا نايم 8 ساعات وصحيت متكسر ومتدشمل برضه، لانك ما نمتش بدري، ما شربتش الميه الكفايه، ونايم على حاجه طريه جدا. ماشي، عشان كده ايه، كلنا يعني اللي بيجرب يطلع فندق مثلا 5 نجوم وبتاع، قسما بالله بنصحى كل يوم متكسرين الصبح ومش قادرين نقوم ماشي. انتوا فاهميني كويس، عشان المراتب بتاعت الفنادق هم ما بيدوروش على راحتك، هم بيدوروا على الايه، الدلع والدلع. هتاكل كتير، هتشرب كتير، هتنام على مراتب طريه قوي وبتاع. هتدلع، شكلها حلو ولكن مش مفيد. خلاص، فطبيا هتنام على مرتبه ناشفه جدا، انشف حاجه تشوفها قدامك هي دي اللي تنقيها، وتكون سفنج. دي نصيحتي. يا اما لو تقدر تنام على الارض، دي احسن واحسن والف مره احسن احسن احسن. ماشي، وهذا والله اعلم. السلام عليكم.